أهلا بيك في حلقة جديدة من قناة الجهنمي. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الفرق بين الصف والعمود والخلية، وازاي ان انا اقدر بطريقة احترافية ان انا اقدر اضيف خلية او صف او عمود، وبرضو بعض المعلومات اللي هي زي تطور شيت الاكسل، وطبعا نقدر نوصل لكام صف كام عمود. حلقة النهاردة حلقة جميلة هتعجب ناس كتير. بعد المقدمة دي ندخل بالانترو. حلقة النهاردة هنبدأ فيها نعرف ازاي نضيف خلية او عمود او صف. تمام، احنا كنا شرحناها في الحلقة اللي فاتت، بس انا كنت حابب ان انا راجع عليها وان احنا نعملها بطريقة جديدة. تعالوا بينا بس نعرف ايه الفرق ما بين الخلية وايه الفرق ما بين الصف وايه العمود. دي اسمها خلية اللي احنا بنكتب فيها، اللي هي الجزء اللي انا بعلم عليه ده اسمه خلية، وهي بتقع ما بين العمود ده والصف ده اسمه صف وده اسمه عمود. باللغة الإنجليزية دي اسمها سيل اللي هي الخلية، العمود اسمه كولم، والصف اسمه رو. تمام، علشان نبقى متفقين لو انت عايز ان انت تعرف المصطلح باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية. طيب ايه أسهل طريقة ان انت تعرف اسم الخلية؟ أسهل طريقة ان انت تعرف اسم الخلية، اول حاجه خلينا البدايه ان انت لو احنا واقفين على اي خليه من دول بيبقى ليها اسم. اسهل طريقه ان انت تعرف بيها وهي اللي هي الجزئيه دي اسمها نيم بوكس، زي ما هي ظهرت كده ان هي اسمها نيم بوكس. ده الجزئيه الخاصه باسم الخليه. لو انت اخدت بالك ان النيم بوكس موجود ايه؟ H7. H7 يعني بتلقب بالعمود الاول اللي هو ال H، وتاني حاجة اللي هو ال7. لو انت اخدت بالك ادي اهو التقييم، ادي اهي، ادي الاتش وادي ال7. لو انت جيت هنا دي جي ودي 11 او 11. تمام، لو انت جيت هنا مثلا هتلاقي ام و15 او ام و15. هتلاحظ ان انت وانت واقف على الخلية نفسها ان هو معلم لك على، مظلل لك العمود ومظلل لك كمان الصف، ومن هنا على طول اوتوماتيك بيجيبها لك. طيب ننقل بينا، لو حد سألنا ايه عدد الاعمدة وعدد الصفوف في الاكسل، انا جبت لكم جدول ظريف هنا بيوضح فيه الفيرجنز بتاعة الاكسل، وفي نفس الوقت عدد الصفوف وعدد الاعمدة، وفي نفس الوقت عدد الخلايا. خلينا مع بعض نبدأ مثلا بالاكسل اللي هو بلس 2010. هتلاحظ ان عدد اللي هي الصفوف زي ما انت شايف كده 1,048,576. طب عدد الأعمدة هي 16,384. مجموع ضرب عدد الأعمدة في عدد الصفوف هيدينا ناتج اللي هو 17,179,869,184. وما تقوليش جبتها ازاي او قلتها ازاي. هتلاحظ اللي هو كل فيرجنز اقل لو انت اخدت بالك ان هي بتقل عدد الاعمدة وعدد الصفوف. طيب احنا هنحتاج من كده ايه؟ هنحتاج من كده اول جزئية ان انت لو انت بتعمل داتابيز هتبقى انت عايز تعرف انت عدد الصفوف اللي انت هتحصرك في ادخالها وعدد طبعا الاعمدة، بحيث ان انت لو عندك داتابيز كبيرة تبقى انت عارف ان انت اقصى حاجة ليك في الشيت قد ايه. تمام، طيب ننقل بقى هنا، تنقل لنا ان احنا نيجي مثلا هنا عايزين نعرف ازاي نوصل لاخر خلية، سواء تحت او فوق او يمين او شمال. لو حضرتك ضغطت على زرار الكنترول تمام وفضلت ضاغط ودوست سهم لتحت، هتلاحظ ان هو نقلك لاخر خلية تحت، وهي بنفس الرقم اللي انا قلته لك. يعني لو انت جيت هنا في الجدول ده هتلاحظ ان هي برضو نفس الرقم.
تمام، هو نفس الرقم ده. لو جيت انت عايز تنقل لاخر جزئية ناحية برضو اخر عمود بقى من دول، هتقوم دايس كنترول وتفضل ضاغط عليها وتقوم دايس سهم يمين، هينقلك على اخر حاجة، اخر عمود، وده اللي هو اخر خلية سواء موجودة في اخر عمود او اخر صف. طيب انت لو عايز تطلع فوق هتعمل ايه؟ برضو بنفس الكلام، هتقوم انت دايس كنترول وتفضل ضاغط على الكنترول وتدوس سهم لفوق. هتلاحظ ان هو نقلك في اول صف زي ما انت شايف كده رقم 1 واخر عمود عندنا. تمام. لو انت عايز ترجع تاني لاول خلية وفي اول عمود واول صف، هتقوم انت دايس كنترول وتفضل ضاغط عليه وتقوم دايس الشمال. تمام. وبكده انت تقدر تتنقل في شيت الاكسل بتاعك. طيب نيجي هنا للنقطة اللي هي بعد كده، ازاي ان انت تضيف خلية. تضيف خلية بتكون من هنا من insert cell يعني اضافة خلية. احنا اتفقنا ان الخلية اسمها cell. فانت هنا هتقول للجدول نفسه ان انت هتدخل الخلية شمال او تنزلها تحت، او ان انت تنزل الصف نفسه اللي هو الانتاير رو، او تضيف خلية في يعني تخليه انتاير كولم. ليك الحق ان انت تعمل اللي انت عايزه. لو انت دوست مثلا هنا ان انت تدخل الخلية شمال، هتقوم انت دايس اوكي. بص هتلاحظ ان هو هنا عمل لك انسيرت ودخل الخلايا ناحية الشمال زي ما انت شفت. طبعا عايز ترجع هتقوم عامل اندو او كنترول زد. نرجع تاني ونقوم دايسين انسيرت سيل ونقوم عاملين ننزل الخلية لتحت شيفت داون. هتلاحظ ان هو نزلك كل الخلايا دي تحت نتيجة ان انت قمت قايل يزيح، عملت ازاحة للخلايا لتحت. تمام. كنترول طبعا زد عشان نرجع تاني. وكذلك لو انت قمت عامل insert cell وعملت entire row يعني هينزل الصف كله. بص نزل الصف كله معايا. وكذلك ان انت لو عملت insert cell وكولم entire column هيعمل ايه؟ هيعمل ان هو هيزيح العمود نفسه. تمام. نفس الفكرة لو انت عملت insert sheet row، هو عمل لك الخطوة على طول، نزل لك ايه؟ الرو اللي تحت. وكذلك في نفس اللي هو الكولم هتلاحظ ان هو عمل لك ازاحة ليه. تمام. وهنا insert sheet ان هو تعمل شيت جديد معايا. طيب لو احنا ضفنا هنا كولم كده زي ما انتوا شايفين، ونيجي هنا طب عايزين نحذفه، هنعمل ايه؟ من ديليت كده ونقدر ان احنا نحذف اي حاجة انت عايزها. طبعا احنا عشان ضفنا صف فانت ممكن تقوم عامل ديليت رو، هيرجع لك كل حاجة زي الاول. طيب لو انت حضرتك قمت جاي هنا كده وعملت سيل وعملتها لتحت وعايز تدلتها، هتدلتها من هنا ديليت السيل. هتلاحظ ان هو رجعها لك وعمل لك بيقول لك ايه؟ ادخلها يمين ولا اطلعها لفوق ولا الانتاير رو اللي هو ده ولا انتاير كولم. طبعا احنا عشان نزلناها لتحت فتقوم انت عامل شيفت سيل اب عشان ترجع زي ما كانت. تمام. وبكده احنا اتعلمنا النهارده ازاي تضيف خلية او تحذفها، او تضيف كولم او عمود او تحذفه، وان انت تضيف رو او تحذفه. ونكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله الحلقة القادمة. وزي ما شفنا حلقة النهاردة وازاي ان احنا قدرنا بطريقة احترافية تضيف صف او عمود او خلية، وازاي ان انت تقدر تحذفهم. ياريتك لو عجبتك الحلقة تعمل شير للحلقة علشان توصل لأكبر عدد من الناس، وتعمل سبسكرايب للقناة علشان تقدر تشاهد طبعا حلقاتي يعني علشان تقدر تشاهد حلقاتي يعني وما تنساش تبعتها لاصحابك علشان خاطر زي ما قلنا ان هي توصل لاكبر عدد، وتعمل طبعا لايك للحلقه. يعني مش هنفضل نقول لك تعمل لايك للحلقه كتير، يعني مش كل حلقه هفضل اقول الكلام ده. سلام.